والزمالك عنده مشاكل الدنيا والاخره ومفيش فلوس واللعيبه ما بتاخدش فلوس وماشيه معاه الدنيا حلو في المركز الاول ووصل نهائي كونفدراليه انا بقول لك في يعني بصراحه فرق لعبت. شاسع. ما انا اقول لحضرتك ان بصراحه لعبت النادي الزمالك ديت ربنا يكرمهم بس ويكملوا على خير ان شاء الله، وناخد الكونفدراليه وناخد الدوري. اللعبه دي تحط لها تعمل لها تمثال في نادي الزمالك، لان ملعب في نادي كبير وامكانيات قليله ومشاكل وظروف وبنمر بحاجات دي، وبننافس على افريقيا والدوري وبننافس في البطوله اللي احنا موجودين فيها. ما بياخدوش فبصراحه فلوس وفي مشاكل في الفريق ما يعني انا ما فيش اي انا بقول امكانيات. لحضرتك هيبقى بص بقى، هنا قله فلوس هنا في فلوس كتير. ما انا بقول لحضرتك هي برضو معلش انا كلاعب لما يكون مثلا معيش جنيه في جيبي وبلعب ماتش عشان اخد الجنيه ده فهموت نفسي. صح، غير لما تكون انت ده واخد رزق بيتي. 3/4 الجنيه في انما جيبك. لما اكون انا واخد بقى خلاص بالفلوس معايا في جيبي، فانت اصلا واصل لك الاحساس ان انت حتى لو لا قدر الله خسرت ولا تعادلت، فانت مش هتفكر بعد الماتش ان انا يعني معيش فلوس. الزعل اللي بيبان على وش لعيبه الاهلي مثلا لما بتخسر وهي خارجه وكان ده كله بس يعني منظر لحظي وبيطلع خلاص انا مبسوط. اكيد هزعل، بس برضو مش معلش الزعل بتاع مش الزعل ان الجمهور هو اللي بيتاثر، والجمهور هو اللي بيشيل الليله.